بعد ما نقعت صدور الفراخ في شويه ميه بملح بدقيق بليمون وحطيت معاها شويه تلج لمده تلت ساعه، قطعت شويه كوسه وفلفل احمر ومعايا البصل سليم كله في الصينيه كده، ورحت عملت تتبيله حلوه قوي. ضربت في الخلاط بصل وفلفل احمر وطماطم وتوم، وحطيت الملح والسبع بهارات وشويه ليمون وزيت زيتون وعلبه زبادي يا جماعه. وبص على جمال التتبيله انا بحطها ازاي. الحكايه حلوه. هنبدا بذكر الله والصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بص على جمال الصينيه كده. بعد ما نحط التتبيله هنزودها سنه ميه بسيطه، وهنبدا نسيبها على الشوايه لمده نص ساعه، عشان الصدور بالذات لو وقت التسويه زاد فيها الصدور هتشد مننا كده وتبقى صعبه في المضغ. يعني لو هنعمل الصدور بتاعتنا مسلوقه او معموله في صينيه بالبطاطس او بالشكل ده كفايه او 30 دقيقه، وبعد كده ندخلها تاخد وش. لو حضراتكم بتشوفوني من على اليوتيوب وعايزين باقي المقادير وطريقه التتبيله كده وانا بعملها في الخلاط وكل حاجه بالتفصيل، هنسيب الفيديو بقى واحنا بنشرح فيه كل حاجه موجود في صندوق الوصف. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك برضه هسيب الفيديو يا جماعه مثبت في اول تعليق، هتتفرجوا على احلى واجمل تتبيله وطريقه شوي مختلفه. وهنا بقى انا هغطي الصينيه ديت واسيبها 30 دقيقه فوق ظهر الشوايه و10 دقائق تاخد وش في الفرن. وتعالى قرب شاهد الجمال. لو حضراتكم عايزين تزودوا فيها الخضار مثلا شويه جزر شويه بطاطس فلفل اصفر فلفل اخضر، نزود البصل حبتين، كله زي الفل. اللي لازم تعرفوه كويس في الفيديو ده ان الصدور لما بنزود عليها التسويه كتير بتشد مننا، ولكن وقت التسويه المناسب اللي هو ده. شايفين درجه التسويه يا جماعه عامله ازاي في صدر الفرخه؟ اللحم سايب من بعضه والنساير دايبه دوبان. بص تعالى قرب. الله الله على الجمال. طبعا الصينيه واخده 7 بهارات، ملح مظبوط، ملح وكمون وفلفل اسمر وشويه بابريكا، والناس اللي بتحب السبايسي ممكن نحط فلفل حامي معاها، هتبقى جميله جدا. ان شاء الله في جديد انتظروني. ولو عجبنا الفيديو نحط له لايك ونشاركه للغير ونقول راينا في التعليقات. اشوفكم على خير. سلام عليكم.